تيم وورك سكيلز. طبيعي لما نقول تيم وورك احنا كلنا بشكل ما عندنا معرفة بيه، يعني اللي هو احنا بنشتغل مع بعض في تيم، سواء بنشتغل على مثلا لو احنا في كلية بنشتغل برزنتيشن او بحث بنعمله او مشروع، في الشغل بيشتغلوا على شغل معين. فكل الحاجات دي هي مجرد نماذج من مهارات الفريق زي ما بيتقال. فاحنا المفروض النهارده نبتدي نركز يعني ايه هي اصلا تيم وورك سكيلز بطريقه يعني ايه طريقه مركزه في المعاني اكتر، وفي ازاي نطلع تيم كويس وازاي نشتغل في تيم كويس. فالكود بتاعت النهارده هنتكلم. الكود دي كان في دكتوره اسمها عبير، مش فاكر اسمها عبير ايه الصراحه. انا اغلب الريسورس اللي بستخدمه هو من عندها هي، من مراجعها هي. فكانت بتقول افضل ان يعمل 10 رجالا بدلا ان اقوم بعمل 10 رجال. معنى ان انا ممكن ابقى عارف اعمل كل حاجه، بس انا احسن لي اجيب ناس تعمل كده واعمل تيم. ليه؟ الحاجات هنعرفها النهارده. تمام. هي زي دي سلسله هنتكلم فيها عن الموضوع ده. ايه هو التيم؟ حد عارف ايه هو التيم؟ يقدر يقول لنا يعني من وجهه نظره؟ حد عارف ممكن يعمل رايز هاند ويقول براحته. مثلا مجموعة من الأفراد بيبقى ليهم هدف معين يعني بيحاولوا يحققوه. بالظبط، هو ده المعنى فعلا. هو مجموعه من الافراد شغالين مع بعض، معتمدين على بعض لتحقيق اهداف مشتركه. ده معنى التيم بكل طلاقه يعني. معنى ده صح جدا. ده هو التيم. التيم في انواع. في عندنا 5 انواع مهمه جدا في اي يعني تيمز معينه. اي تيم انت هتتعامل معاه هو نوع من ال5. اول حاجه هو الوركينج جروبس، مجموعات الشغل. اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا انت شغال في شركه، فانت عندك زمايلك في الشغل شغالين مع بعض، فهي دي اسمها مجموعه العمل. في بقى ده الجروب. في بقى الورك تيم. الورك تيم ده مثلا احنا كلنا مثلا لو انا مثلا نقول مثلا انا محاسب، فانا هروح في قسم الحسابات هناك، فانا ده مجموعه عمل. لو في مثلا مشروع بنعمله او مشروع ده فيه ناس من كل قسم، الناس دي مالهمش علاقه بشغلهم ببعض ويتجمعوا عشان حاجه واحده، ده اسمه فريق عمل بقى. ده الفرق منهم. فهم الناس من اقسام مختلفه يعني بيشتغلوا مع بعض لتكميل يعني فكره معينه او هدف معين او منتج معين. تالت حاجه هي فرق الاداره. دي مكونه من ايه؟ مكونه دي الهاي بورد زي ما بيتقال لك في اي حته. الهاي بورد ده عباره عن الناس اللي بيتحكموا في الحاجه، المديرين وما الى ذلك يعني. مثلا عندك المدير التنفيذي، وفي مدير كل قطاع، والحاجات دي كلها دي فرق الاداره. في حاجه اسمها فرق المشاريع المتخصصه. دي بتحصل بشكل يومي في كل حته. عباره عن الناس ما لهمش علاقه ببعض خالص، مش شغالين مع بعض في الشركه ومش شغالين في اي حته، اتجمعوا عشان يعملوا مشروع واحد. زي فكره ايه؟ زي فكره الفريلانس. لو انت فريلانسر مثلا بروجرامينج، انت بتتعامل مع ناس كتير. مثلا انا عايزين نعمل برودكت معين، عايزين نعمل مثلا هنعمل سوفت وير كامل للشركه. فانا هيبقى معايا مثلا فرونت، او عندي باك، وعندي واحد كلاود، وعندي واحد سكيورتي. فكل دول كده فرقه معموله لمشروع واحد، واول المشروع ده يخلص هم هيمشوا، مش هيكملوا تاني. دي فرقه المشاريع المتخصصه. اخر حاجه هي الفيرتشوال تيمز. دي الفرق الافتراضيه. معنى اللي احنا نبقى شغالين مع بعض بس مش شايفين بعض، عن طريق برامج وعن طريق وسائل التواصل. ممكن نبقى احنا فرقه من الاربعه اللي فوق، بس فينا النزعه الافتراضيه دي. فادي الفكره. تمام. تمام. بعد كده ايه هو يعني مميزات العمل في التيم عموما؟ في مميزات كتير، بس احسنهم او يعني المشهور فيهم هم دول. اول حاجه انك بتعمل ان التيم اللي انت عامله ده بيحفز بعضه، من يشجعوا بعض اللي هم يشتغلوا بشكل افضل، فبيخلقوا بيئه ايجابيه او بيئه تحفيزيه. ده لو هم مظبوطين. في تيمات عكس كده. تمام. تاني حاجه انك بتعرف الناس على بعض، وبتخليهم اللي هو ايه بيكونوا علاقات احسن. ولو حد عنده مشكله مثلا في الكوميونيكيشن سكيلز بيظبطها وكده. ده يعني ده ميزه التيم عموما.
في حاجة تالتة اللي هي إيه، اللي هو أنت كل واحد بيبقى عنده ثقة بنفسه، اللي هو قدر يتعامل وقدر يشتغل والحوارات دي كلها، فبالتالي هو فضل يعني إيه، هو اكتسب ثقة ما كانش مكتسبها لو كان بيشتغل لوحده. تمام. بعد كده في إيه، في حاجة اللي هي تشجيع الإبداع وتحسين العلاقات. تشجيع الإبداع هنتكلم فيه إن الفرق بتخلي كل واحد عنده تاسك لوحده، فبالتالي عنده مساحة إنه يفكر بشكل أحسن. فعشان كده هي بتشجع الكرياتيفيتي، وإنك تستفاد من الناس اللي حواليك إنك تطلع أفكار. فدي كلها من الحاجات الكويسة في التيم عموما. آخر حاجة هي ده إنك في تطوير بيحصل لك، في دعم للتطوير، إنك تطويرك ده مدعوم من التطوير من مصلحة الشركة. ففي ناس بتشجعك، ممكن ينقلوا لك خبراتهم ويساعدوك عشان توصل للمرحلة اللي انت خلاص انت اتطورت بشكل كويس. فدي مميزات انك تشتغل في تيم عموما.